تخيل أنك في اللحظات الحاسمة من حياتك الدراسية تستعد لتحقيق حلمك بالحصول على البكالوريا. كل شيء يسير كما خططت له، ولكن بسبب لحظة من عدم اللامبالاة يحدث خطأ غير متوقع يهدد بإعادة كل شيء إلى الصفر. هذا ما واجهه محمد، التلميذ الذي كاد أن يكرر السنة بسبب إهمال بسيط. كان هناك شاب يدعى محمد، معروف بين أصدقائه وأفراد عائلته بأنه كسول ولا يبذل جهدا كبيرا في دراسته. بالرغم من أن محمد كان ذكيا ويمتلك القدرة على التفوق، إلا أنه كان دائما يفضل تأجيل المهام والمذاكرة، مفضلا اللعب أو مشاهدة التلفاز. مع مرور الوقت بدأ علي يشعر بضغوط الدراسة تزداد مع اقتراب موعد الامتحانات النهائية. كانت علاماته في الفصول السابقة ليست بالجيدة، وكان على وشك الفشل في بعض المواد. لكن علي كالعادة لم يهتم ولم يغير من عاداته. في إحدى الليالي وبينما كان علي جالسا أمام التلفاز، سمع والدته تتحدث بحزن مع والده عن قلقها من مستقبله إذا استمر على هذا الحال. شعرت الأم بالخيبة لأن علي كان لديه الكثير من الإمكانيات، لكنه لم يستغلها. كانت كلمات والدته بمثابة الصدمة التي أيقظت علي من غفلته. في اليوم التالي قرر أن يغير من نفسه. بدأ بتنظيم وقته، واستعان بأحد زملائه المجتهدين لمساعدته في المذاكرة. كان عليه أن يعمل بجد لتعويض ما فاته، فكان يقضي ساعات طويلة في مراجعة الدروس وحل التمارين. ومع مرور الأيام لاحظ محمد تحسنا في أدائه الدراسي. بدأ يشعر بالرضا عن نفسه كلما تمكن من حل مسألة صعبة أو فهم درس معقد. وعندما جاءت الامتحانات النهائية كان محمد مستعدا تماما. عندما ظهرت النتائج كانت المفاجأة الكبرى. نجح علي بتفوق في جميع مواده، وحصل على درجات عالية في بعض المواد التي كان يخشى الفشل فيها. شعر علي بالفخر بنفسه وتعلم درسا مهما: النجاح يحتاج إلى جهد وعمل جاد، ولا يمكن تحقيقه بالتأجيل والكسل. منذ ذلك اليوم تغيرت حياة محمد. أصبح أكثر نشاطا واهتماما بدراسته، وأصبح قدوة لزملائه الذين رأوا كيف أن الإرادة والتغيير يمكن أن يحدثا فرقا كبيرا. المغزى من هذه القصة أن البكالوريا ليست كغيرها من السنوات السابقة، تحتاج إلى مجهود جبار والعمل بجدية منذ بالبداية. لا تنسوا أن تدعمونا بلايك واشتراك في القناة، واكتب لنا نصيحة لزملائك في التعليقات.